ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. يلا بينا نعمل النهارده اكله سريعه مريحه ولذيذه من بواقي الفراخ، وتنفع كمان للطوارئ لما يجي ضيف فجاه تعملها له سندوتشات ياخدها معاه تيك اواي او تاكلوها سوا وانتوا قاعدين. انا اوقات بجيب الفراخ اخليها في البيت توفير ونظافه، ولو مستعجله او تعبانه بجيبها مخليه جاهز. وانا بخليها بيبقى فيه الاجنحه وعدد الخلي، فباخدهم يا بعمل بيهم شوربه في نفس اليوم يا بشيلهم في الفريزر للطوارئ. طوارئ بقى أكلة سريعة كده، يا شوربة لو هشوي ومش هسلق أو أكل نواشف. طلعت بواقي خلي فرختين، سلقتهم وطلعت اللحمة اللي فيهم على جنب، وجهزت فلفلة رومي برتقالي صغيرة كده، ونص فلفلة حمرا ونص فلفلة صفرا، وبصلاية بيضة متوسطة في الحجم، وفصين كبار من الثوم، وحوالي 4 أو 5 وحدات من المشروم. جبت الوك بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت، ونزلت بالبصل يدبل معايا بسيط من غير ما ياخد لون ذهبي، وبعدين هنزل بالمشروم والثوم يتشوحوا كويس. واول ما المشروم ينزل ميته هضيف على طول الفلفل الالوان، وافضل اقلب من وقت للتاني دقيقتين كده الفلفل يدبل معايا شويه، وبعدين هحط بواقي الفراخ وابدا اقلبهم كلهم مع بعض دقيقتين 3 كده، واضيف البهارات نص معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وحوالي ربع معلقه صغيره من الروزماري، وممكن تحطوا زعتر، واقل من ربع معلقه صغيره كمون، يعني رشه خفيفه كده. وحطيت معلقه كبيره من الصويا صوص الغامقه، وظبطت الملح وده حسب الرغبه. ويلا بينا نجهز الصوص اللي هنحطه على وش السندوتشات. انا هنا افضل الزبادي، ولكن ما كانش عندي فاتصرفت والطعم طلع جميل برضه. جبت بوله وحطيت 4 معالق كبار لبن، ومعلقه كبيره من المايونيز، ورشه من البابريكا المدخنه، ورشه فلفل اسود، وملح خفيف، ورشه من الثوم البودره، ويدوب عصره صغيره من الليمون زي ما شفتوا كده. قلبتهم مع بعض كويس كده لغايه لما تجانسوا، وبعدين جبت عيش فينو رفيع شويه وعيش كبير، وبدات احشي. وعايزه اقول تبارك الله ما شاء الله، عملت معايا 5 رغيفه مليانين حشو. وعملت جنبها بطاطس محمره لزوم النعناع، وموصفلكوش بقى الطعم يجنن وخفيف، وهيعجبكم جدا ان شاء الله. والفلفل البرتقالي طعمه مسكر فيها كده وعامل طعم خطير، وبألف هنا وشفا ليكوا يا كتاكيت.